في سنة 1964 الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر أخذ واحد من أهم القرارات في تاريخ مصر، وهو قرار إنشاء السد العالي. مشروع السد العالي كان مشروع قومي ضخم جدا، وواحدة من ضمن السلبيات اللي ظهرت بعد بناء السد وهو تكوين بحيرة ضخمة اسمها بحيرة ناصر. البحيرة دي كانت هتغرق منطقة النوبة بالكامل، والمنطقة دي فيها عشرات المعابد والآثار الفرعونية زي معبد أبو سمبل. فالحل الوحيد اللي ممكن يتعمل هنا هو حملة إنقاذ عالمية. وفي سنة 1960 منظمة اليونسكو أطلقت حملة اسمها حملة إنقاذ آثار النوبة، شارك فيها حوالي 50 دولة، لحد ما في سنة 1964 في عالم آثار أمريكي اسمه فريد ويندروف. العالم ده كان بيقود واحدة من البعثات الاستكشافية لإنقاذ الآثار اللي بنتكلم عليها، وأثناء ما كان شغال هو والبعثة بتاعته اكتشفوا مقبرة جماعية قديمة جدا وبتحتوي على 61 هيكل عظمي. في البداية اعتبروها مقبرة أثرية قديمة زيها زي حفريات الاستكشافات اللي موجودة في المنطقة، بس بعد الدراسة والتحليل اكتشفوا انهم قدام واحد من اهم الانجازات والاستكشافات الحديثة اللي هتغير مجرى التاريخ. فيا ترى ايه اللي شافوه في المقبرة دي هيخليهم يعيدوا كتابة التاريخ؟ ده اللي هنعرفه بالتفصيل في حلقتنا النهاردة. بس قبل ما نبدأ اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو عشان يوصلك كل جديد اول باول. انا احمد عطية ودي حلقة جديدة من برنامج فضول. تفتكر ايه السبب اللي بيخلي الحروب تقوم؟ ليه انسان ممكن يشيل سلاح ويروح يقتل انسان زيه؟ الحقيقه ان الاجابه على السؤال ده محتاجه شرح طويل جدا، لان في الاصل مفيش اجابه واحده نقدر نعتمدها. على سبيل المثال المؤرخ الاغريقي سوسيسديس لما جاي يتكلم عن سبب الحروب قال انها بتحصل لما بيكون في قوه كبيره مسيطره وفي نفس الوقت في قوه تانية جديده بتنافسها، وهنا القوه القديمه بتخاف على مكانتها وبتقرر تضرب القوه الجديده. ولو جينا نبص على مثال حي موجود في عالمنا في الوقت الحالي هنلاقي مفيش افضل مثال احسن من امريكا والصين. امريكا طبعا هي القوه القديمه، واما الصين فهي القوه الجديده اللي بتحاول تفرض سيطرتها وتتحكم في اداره العالم. بس لو جينا بصينا على تفسير المؤرخه والكاتبه الامريكيه باربرا توكمان هتلاقيها بتضرب بكل الكلام ده عرض الحائط، وبتقول ان السبب الحقيقي للحروب هو الفشل والغباء. وفي كتابها مسيره الغباء بتقول ان القاده ساعات بياخدوا قرارات ضد مصلحتهم ومصلحه بلدهم لمجرد الغرور او الطمع او انهم مش عاوزين يفهموا الواقع. وطبعا الكلام ده ممكن ينطبق على قاده كتير جدا عبر التاريخ زي مثلا هتلر. القصد في الموضوع ده كله ان سبب نشوب الحرب متفاوت من شخص وللتاني ومن زمن وللتاني. ولو جيت دلوقتي ومسكت الريموت وجبت اي قناه اخباريه هتلاقي مفيش اخبار غير عن حاجه واحده بس، وهي الحروب. حرب ايران مع امريكا واسرائيل، حرب روسيا واوكرانيا، حرب بين الصين وامريكا، ومناوشات وعقوبات من حين لاخر. كل حرب من دول بيكون ليها هدف معين وخطه معينه. مثلا لو جينا بصينا على الحرب الايرانيه هتلاقي هدف امريكا المعلن هو اسقاط النظام الحالي. وبالمناسبه برضو ممكن تشوفوا الحلقه دي، حلقة مهمة جدا لازم تتفرجوا عليها بخصوص حرب إيران وأمريكا وجذور الصراع من الأول. كلمة حرب من الأساس مش كلمة حديثة، دي حاجة بقالها قرون طويلة. إما بتكون صراع على الأرض، وأشهر مثال على كده هي حرب مصر وإسرائيل اللي في النهاية انتصرنا وقدرنا نرجع سينا كاملة، أو ممكن تكون حرب على موارد خام زي البترول لما شفنا أمريكا قبضت على رئيس فنزويلا وكله بسبب البترول اللي هناك. بس طبعا ده مش المعلن. وممكن برضو تكون صراع على السلطة والكلمة العليا والأولى. وممكن تكون حروب باسم الدين زي الغزوات اللي حصلت من بداية الإسلام وفي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لحد الدولة العثمانية، واللي بالمناسبة شوف الحلقة دي اللي بنغطي فيها تاريخ الدولة العثمانية بالكامل. بس الغريب ان ممكن الحرب تكون على الاكل والشرب وابسط الغذاء، وهنا احنا مش بنرجع 100 سنة عشان نجيب مثال، ولا هنرجع 1000 سنة ولا حتى 10,000 سنة. احنا هنرجع بالزمن حوالي 13,000 سنة تقريبا وقبل الميلاد. يعني بنتكلم في اواخر العصر الحجري القديم، وده اللي اكتشفه العالم فريد ويندروف اللي اتكلمنا عنه في اول الحلقة هو والفريق بتاعه لما فتحوا المقبرة واكتشفوا فيها 61 هيكل عظمي. في البداية كانوا فاكرينها مجرد بقايا بشر كانوا عايشين وماتوا نتيجة المرض او الوفاة الطبيعية، بس بعد التحليل اكتشفوا ان اكتر من 40% من الهياكل عليها اثار اصابات باسلحة. ومحتاجين نحط 100 خط تحت كلمة اسلحة، لان لو قلنا اصابات وسكتنا فوارد تكون الاصابات مثلا بسبب زلازل او حوادث طبيعيه او سقوط من مكان عالي. بس الاسلحه المقصوده واللي بنتكلم عليها هنا عباره عن اسهم وشظايا حجريه. العلماء اللي درسوا الهياكل العظميه دي خمنوا ان المكان ده حصل فيه صراع ما بين مجموعه من البشر، بس الموضوع ما اخدش الاهتمام الكافي لحد ما نوصل لسنه 2021. وهنا
في مجموعة من علماء المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي بيقرروا يعيدوا الدراسات على الهياكل العظمية. قرروا يحللوا العظام باستخدام تقنيات حديثة جدا، وهنا كانت المفاجأة. بعد تحليل العظام اكتشفوا مئات الإصابات المختلفة في كل حتة من أجسام الهياكل، وتحديدا في 41 هيكل منهم، يعني حوالي 67% من الهياكل. بس الصدمة الحقيقية هنا إن 92% من المصابين في أدلة في أجسامهم بتقول إن الإصابات دي كانت نتيجة العنف، يعني هجمات وصراع متعمد مش مجرد حادثة طبيعية. ومش بس كده، الصراع ما كانش عبارة عن معركة واحدة، ده كان سلسلة من المعارك ما بين مجموعات البشر. وبيرجح العلماء إن الصراع ده كان بسبب تغير المناخ واللي ترتب عليه نقص في الموارد، وكمان المنطقة دي كانت قريبة من النيل وتعتبر منطقة صيد، فأكيد حصل تنافس ما بين العشائر على الريادة في المنطقة، وده اللي خلاهم يدخلوا في صراعات متكررة نتج عنها الحادثة اللي احنا بنتكلم عليها. وعلى قد ما الاكتشاف ده ممكن يبان بسيط لبعض الناس، على قد ما بيثبت نظرية مهمة جدا، وهي إن الصراع ما بين البشر موجود من آلاف السنين. بس ممكن حد يقول إن دي مجرد خناقة بس على كبير شوية، بس الحقيقة عكس كده تماما. خلينا أحكي لك قصة سريعة تأكد الكلام اللي بقوله. في أواخر القرن ال19 كان في قنصل فرنسي اسمه إرنست دي سارزاك، كان في الخدمة الدبلوماسية الفرنسية، وبعدين اتنقل للبصرة في سنة 1872 كنائب للقنصل، وهناك بقى مهتم جدا بأعمال التنقيب وبالتحديد في مدينة أور. إرنست بدأ يحفر في موقع أثري هناك اسمه تيلو، وخلال حفره في سنة 1881 اكتشف قطعة حجرية شهيرة جدا اسمها ستيل اوف ذا فالتشرز، أو كما تسمى مسلة النسور. وللأسف المسلة دي ما كانتش كاملة، والقطع بتاعتها اتجمعت بصعوبة شديدة. وبالنسبة لأول 3 قطع لقاهم عالم الآثار الفرنسي إرنست اللي بنتكلم عنه، وده كان في أوائل الثمانينات من القرن ال19 في منطقة تيلو اللي هي مدينة جريسو القديمة، والمدينة دي موجودة في جنوب العراق. وكمان في 3 قطع ظهروا في حفريات سنة 1888 و1889. وأما بالنسبة للقطعة ال7 فدي حكايتها حكاية، لأن المتحف البريطاني اشتراها من سوق الآثار في سنة 1898، وفي الأول رفضوا مرتين إنهم يدوها للوفر، بس في الآخر سلموها ليهم سنة 1932 عشان المسلة تتجمع كلها مع بعضها. وأول واحد ترجم النص اللي موجود عليها كان فرانسوا سورو دانجان، وده حصل في سنة 1907. ولما اتجمعت كانت عبارة عن جانبين، الجانب الأسطوري اللي بيتكلم عن الآلهة وده ما يخصناش، والجانب التاريخي اللي بيتكلم عن معركة أمة ولجش. ودي معركة حصلت في سومر حوالي 2600 قبل الميلاد في جنوب العراق الحالي، وده حصل بسبب انتهاك مدينة أمة لمعاهدة حدودية قديمة مع مدينة الدولة المجاورة وهي مدينة لجش بخصوص قطعة أرض خصبة يطمع فيها كل من الطرفين. وده يعتبر أول اكتشاف عن أول حرب عسكرية منظمة وموثقة عبر التاريخ. يعني لو افترضنا أن الاكتشاف في الأول كان مجرد صراع، فده حرب عسكرية، يعني مبدأ الحروب موجود فعلا من قبل الميلاد، والصراع الإنساني موجود برضه من قبل الميلاد وبآلاف السنين. وبما انك مكمل معانا لحد هنا فده معناه ان المحتوى عجبك. اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو، لان ده اكبر دعم ممكن تقدمه واكتر حاجة بتساعدنا نطور المحتوى اكتر. بس لو جينا نبص على فكرة الحروب من زاوية مختلفة تماما، هتلاقي انها مش دايما بنخرج منها بنتائج سلبية. ايوه الحروب سبب في الموت والدمار وملايين البشر فقدوا مستقبلهم، ولكن في الواقع والتاريخ بيقول ان الحروب كانت سبب كبير جدا في تطور مجالات بتساعدنا في حياتنا لحد النهارده. واحسن مثال على كده هو الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه، وطبعا محدش يختلف ان دول كانوا من ابشع الحروب في التاريخ. وبحسب التقديرات ففي من 70 ل 85 مليون انسان ماتوا نتيجه الحرب، سواء عسكريين او حتى مدنيين مالهمش اي ذنب فيها. مده الحرب دي كانت حوالي 6 سنين، واللي هي الحرب العالميه الثانيه. يعني لو جينا نحسبها فهنلاقي ان بالمتوسط كان بيموت من 30 ل 40 الف انسان في اليوم الواحد. العدد المرعب ده من الضحايا كان بيخلي الإنسان يشتغل أكتر وأسرع وأذكى عشان يقدر يعدل الكفة ناحية بلده أو يقلل خسائره على قد ما يقدر. ومن القصص الشهيرة إن كان في دكتور اسكتلندي اسمه ألكسندر فليمنج. الراجل ده كان شغال في معمل بمستشفى في لندن، وكان بيدرس نوع من أنواع البكتيريا المقرفة اللي بتعمل التهابات وبتعمل جروح. المهم فليمنج في يوم من الأيام لما خلص شغله فساب أطباق المعمل اللي فيها البكتيريا مكشوفة ومرمية على المكتب ومشي. ولما رجع المعمل تاني لقى طبق منهم فيه حاجة غريبة، لقى عفن
نبت وسط البكتيريا اللي موجودة. الطبيعي إن أي حد هنا هيرمي الطبق في الزبالة، بس فليمنج لاحظ إن البكتيريا اللي كانت موجودة حوالين العفن ده ماتت واختفت، وكأن العفن ده طلع مادة سمت البكتيريا ومسحتها من الوجود. فليمنج سمى المادة اللي بتطلع من العفن ده باسم بنسلين على اسم نوع الفطر نفسه. بس المشكلة إن فليمنج معرفش يستخلص المادة دي بشكل نقي، ولا عرف يطلع منها بكميات كبيرة، فكتب البحث بتاعه وركنه في الدرج، لدرجة إن الموضوع اتنسى لمدة 10 سنين كاملة، لحد ما بتيجي الحرب العالمية التانية لما أعداد مهولة من الجنود بيموتوا نتيجة الجروح والعدوى البكتيرية اللي بتكون موجودة فيها. الجروح كانت بتعمل تسمم في الدم وغرغرينة وبعدين موت. وهنا بيدوروا في الأدراج القديمة بتاعتهم لحد ما بيلاقوا المادة اللي اكتشفها دكتور ألكسندر من حوالي 10 سنين، وبدأوا ينتجوا منها كميات كبيرة جدا. عشان كده البنسلين ده أنقذ أرواح آلاف الجنود من الموت وغير المسار الطبي للأبد، لدرجة إن وزارة الحرب الأمريكية وصفته بإنه السباق ضد الموت. وبالمناسبة ما تنساش تشوف حلقة أثر الفراشة اللي اتكلمنا فيها بالتفصيل عن الحادثة دي وعن إزاي الحرب العالمية الأولى بدأت بسبب ساندوتش. ألمانيا هي كمان كانت من أكتر الدول اللي بتسابق الزمن، والعلماء الألمان طوروا صاروخ اسمه V2، وده كان بيشتغل بالأكسجين السائل وبيمشي لمسافة 354 كيلو متر وبيوصل لحدود الفضاء الخارجي. بعد ما ألمانيا خسرت الحرب، العلماء بتوعها راحوا على أمريكا واستقروا هناك، وبدأوا يستخدموا التكنولوجيا اللي طورها الألمان، وصنعوا من خلالها صواريخ عابرة للقارات. والتكنولوجيا دي هي اللي خلت الأمريكان يطلعوا القمر بصاروخ ساتورن 5. وكمان بسبب الحرب دي اتعمل أول كمبيوتر إلكتروني في بليتشلي بارك، مركز فك الشفرات في بريطانيا، وكان اسمه كولسيس، وكان وظيفته يفك شفرات الرسائل النازية المعقدة. وبعدها في سنة 1946 أمريكا عملت إنياك، وده كان أول كمبيوتر للأغراض العامة، وكان بيستخدم لحساب بيانات ضرب المدفعية. والغريب إن واحدة من أهم الحاجات اللي بنستعملها كل يوم واللي هو الإنترنت أصلها في الحقيقة راجع للحروب. الموضوع بدأ في الستينات وقت الحرب الباردة ما بين أمريكا والاتحاد السوفيتي. وقتها كان في خوف حقيقي من إن يحصل هجوم نووي ممكن يدمر مراكز الاتصالات ويقطع التواصل ما بين القيادات العسكرية. فالعلماء هنا بدأوا يطوروا شبكة اتصالات تكون موزعة، يعني حتى لو جزء منها اتدمر تفضل باقي الشبكة شغالة. المشروع ده اتعمل بتمويل من وكالة الأبحاث الدفاعية الأمريكية، وظهر منه أول نظام اسمه أربانت. الشبكة دي هي اللي اتطورت بعد كده خطوة خطوة لحد ما بقت الإنترنت اللي احنا عايشين عليه دلوقتي. يعني بشكل غريب واحدة من أعظم أدوات التواصل في التاريخ اتولدت أساساً من خوف البشر من القنابل النووية ومن الحروب. لو جينا نبص هنلاقي إن الحرب كانت سبب في التقدم على المستوى الطبي والمستوى العلمي وكمان المستوى التكنولوجي. الكل كان بيسابق الزمن عشان يفوز في الحرب ويخرج بأقل الخسائر الممكنة. دول كتير وعلى رأسهم أمريكا صرفت مليارات الدولارات على البحث العلمي. خليني أقول لك كمان إن ميزانية مشروع منهاتن اللي أنتجه من خلال القنبلة الذرية كانت وقتها حوالي 2 مليار دولار، يعني بحسابات سنة 2021 حوالي 30 مليار دولار. والنتيجة طبعا انتم عارفينها، أمريكا رمت قنبلتين على هيروشيما وناجازاكي ومات أكتر من 250 ألف بني آدم وأنهت الحرب. طبعا هنا مش بقول إن ده صح وإن التطور ده أفاد البشرية، بالعكس ده قتلها، بس ده لا ينفي إن الحرب نورت العقول أكتر وخلت الناس تشتغل أكتر والدول تصرف على البحث العلمي أضعاف اللي بتصرفه. قصة الحرب مع الإنسان هي قصة صراع ما بين غريزة البقاء وشهوة الفناء. الغريب كمان إن الجنس البشري احتاج لمقبرة جماعية من 13 ألف سنة عشان يفهم طبيعته، واحتاج لقنبلة ذرية عشان يطور تكنولوجيا الفضاء، واحتاج لملايين القتلى عشان بس يكتشف حقنة بنسلين. الحرب هي الجانب المظلم من الإنسان، الجانب اللي قدر يثبت عبقريته ووحشيته في نفس الوقت، المكان اللي بنثبت فيه إننا نقدر نبني أعظم الحضارات ونقدر نهدها في ثانية واحدة بس لمجرد الطمع أو حتى الغباء. الحروب علمتنا نطور الطب، وعلمتنا نغزو الفضاء، وعلمتنا نصنع الكمبيوتر والموبايل اللي في ايدك ده، لكنها لسه ما عرفتناش ازاي نعيش في سلام. فيا ترى الانسان ممكن في يوم من الايام ياخد باله ولو لمرة واحدة انه كائن حي ويحاول يعيش بسلام، ولا الحرب العالمية الثالثة بقت خلاص على الابواب وهتكون في نهايتنا كلنا؟ وفي النهاية وعشان يوصلك المحتوى الجديد اول باول اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو. سلام.